بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اليوم ولله الحمد في آخر رجب، اليوم تقريبا 28 رجب عام 1447 قمنا بزيارة مدينة دندمة، وخاصة هذا المسجد الجامع، وهو مسجد كبير، يعني من أكبر المساجد في هذه المنطقة، مساحته تفوق أكثر من 1150 متر مربع. هذا المسجد بدأوا الإخوة المسلمون في هذه المنطقة قبل سنتين تقريبا، فدفعوا كل ما يملكون. الناس هنا ما يملكون شيء، ناس فقراء يعتمدون غالبا على الرعي والزراعة. فهذه السنوات في مجاعة، الناس ما عندهم شيء من الزراعة، فلذلك احتاجوا إلى مساعدات المسلمين. ونحن بدورنا قبل 3 شهور تقريبا يعني أرسلنا نداء إلى إخواننا في كندا، خاصة الشيخ الإمام الشيخ عبد القادر. فالشيخ جزاه الله خيرا أرسل إلينا مبلغ 12,000 دولار كندي، يعني ما يساوي 7,700 دولار. فهذا المبلغ وصلنا قبل أسبوعين، فاشترينا الزنك والأخشاب يعني نسد السقف، والمسجد يحتاج إلى مساعدة أكثر من هذا لنكمله. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لكل من شارك حتى هذا اليوم، كما ندعو إخواننا المسلمين إلى تكملة هذا المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، ونحن وصلنا إلى الختام. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وندعوكم إلى أن تكملوا معنا إلى نهاية هذا المسجد، حتى يصلي فيه المسلمون ويتعلموا فيه القرآن والكتاب. فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.